يا جماعة استعدوا، احنا قربنا جدا من كوكب الأسرار، بس البوابة البلورية قافلة الطريق تماما. بص يا عمر، في رسالة بتظهر على شاشة البوابة. بصوا، في رسالة بتقول محدش هيعدي إلا وحليته اللغز. اللغز الأول: أنا موجود في الفضاء وبمشي بسرعة رهيبة، ليا ديل طويل ومنور، لو قربت من الشمس بدوب. أنا مين؟ ديل طويل ومنور؟ ممكن يكون نيزك؟ لا يا عمر، النيزك مش بيدوب لما يقرب من الشمس. أنا عرفتها، ده الشهاب. صح يا تقى. وتلك عرام بالسما في النهار، ولا قررت في السكر ثيتاء اللي بتتكتب الصوماري، واني كواكب بيكبت للسما في بيقول ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. استنوا، الترجمة ظهرت. نعم، مين هي ملكة السما في النهار؟ اللي بتديكم الدفء والنور وكل الكواكب بتلف حولها في طابور. أعتقد أنني وجدت المخرج. دي سهلة خالص، دي الشمس يا أصحاب. برافو يا عمر، يلا يا كائن يا فضائي، افتح لنا الطريق بسرعة. ايه ده؟ السفينة مش راضية تتحرك، كأن في مغناطيس بيشدنا. بصوا على الشاشة، في لغز جديد. كوكب عنده حلقات بتلف حوله زي التاج، مصنوعة من تلج وصخور. هو مين؟ أنا عارفة الكوكب ده كوكب زحل الجميل. صح يا كنزي، حلقات زحل هي اللي بتميزه عن كل الكواكب. أنا القوة اللي ماسكة كل حاجة في مكانها، من غيري تطيروا في الفضاء ومعايا تثبتوا على الأرض. أنا مين؟ دي الجاذبية. دي أحلى رحلة عملناها سوا، والفضل لذكائنا وتعاوننا. الأوسمة شكلها حلو قوي، مكتوب عليها أبطال المجرة. تحفة. يلا بينا يا حلوين، كفاية مغامرات كده، يلا نرجع البيت. واو، أنا مش مصدقة نفسي، انتوا عملتولي عيد ميلاد على كوكب الإصرار. أنا بحبكم قوي، انتوا أحلى اخوات في الدنيا. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ أحلى كنوزة في الدنيا. ورجعت كنزي مع عمر وتقى للبيت وهي فرحانة بعيد ميلادها والمفاجأة اللي حصلت. يلا شاركونا عيد ميلاد أحلى كوكي في الدنيا.